السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ايه؟ مشروب الكركديه. مشروب الكركديه ده مشروب مفيد جدا جدا جدا. فوائده مش هقول لكم على الفوائد بتاعته، وان شاء الله انا هحضره باذن الله. انا طبعا نقعه في الميه هسيبه قيمة ساعتين تلاتة كده. في ناس بتغليه، وفي ناس بتنقعه، بس فايدته اكتر. هو منقوع كده زي ما انتم شايفين. هننقعه في ميه عاديه من الحنفيه، ما حطيتوش لا ميه سخنه ولا اي حاجه. أي. فباذن الله ان شاء الله اول لما يتنقع برضو هبقى اوريهولكم على الطبيعه كده وان شاء الله الفيديو ده هيعجبكم جدا، لان المشروب الكركديه ده ليه فوائد زي ما انا قلت لكم، ليه فوائد جميله جميله جدا. طبعا بعد ما يتنقع هسيبه كده شوية، وهطلعه بعد كده هبقى اصفيه كده زي ما انتوا شايفين. هسيبه قيمة ساعتين تلاتة. المهم قبل المغرب بيكون ان شاء الله جاهز، ربنا يسهل ويتنقع والاقيه كده خلاص خرط، وبقى ممتاز جدا. هبقى اجيبه واعمله باذن الله، وان شاء الله هيعجبكم باذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، رمضان سعيد عليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا باليوم والبركات. طبعا إن شاء الله ربنا يجعل صيامكم مقبول وأنتم بخير وصحة وعافية. واستأذنكم أودي بقى أودي مطبخ لحد ما يتنقع. السلام عليكم. وبعد ما نقعت الكركديه زي ما أنا قلت لكم، أنا نقعته سبته 4 ساعات في قلب المية الباردة، في قلب المية 4 ساعات. وبعد كده صفيته تمام. وهو شكله مش هقول لكم. بصوا بص عامل ازاي كده كده بقى كركديه خام. اللي عاوز بقى يخففه يزود له ميه، يزود له ميه من الحنفيه، ميه بارده، هيبقى حلو. في ناس بقى زي ما انا قلت كده في ناس بتجيبه وتغليه، بس الفايده كلها فين؟ في اما يتعمل على ميه على ميه بارده مش سخنه. وليه فوائد بقى هقول لكم بقى، اللي بالذات في شهر رمضان. فوائده بقى في شهر رمضان الضغط الواطي والعالي. هذه الميزه الحلوه اللي فيه، اللي انا بقول لكم على فوائده. ليه؟ لو واحد عنده ضغط عالي بيظبطوا له، ضغط واطي بيظبطوا له، يبقى ليه فايده. ليه فايده بقى ولا زي ما انا قلت لكم فوائده جميله جدا جدا جدا، من هنا لحد فين مش هقول له. وده بيبقى مطلوب جدا في شهر رمضان الكريم، بالذات بالذات بيبقى مطلوب بعد الفطار، وفي السحور كما تشاهدون. انما في الايام العاديه بقى مش هقول لكم بقى. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان كريم عليكم، وكل عام وانتم بخير. وان شاء الله ربنا يجعلها سنه مبروكه على المسلمين جميعا. وان شاء الله ربنا يكرمنا كده ويقدرني واعمل كل يوم فيديو جديد ان شاء الله، زي ما انا وعدتكم. ليلة السحور انتظروني كل يوم فيديو جديد ان شاء الله. وبكره ان شاء الله تنتظروني برضو على الفطار. بعد الفطار كده على طول الفيديو بتاعي هينزل، تبقوا منتظرينه ان شاء الله. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.